اسبوع جديد، طلعت اسبوع جديده، طلعت الاسبوع ده مطعم العوده الفلسطيني. مطعم العوده مطعم فلسطيني ومميز قوي بالسحور بتاعه، فول، فلافل بالحمص وشويه حركات كده ولعب جامد قوي. عايز اجيله بقالي كتير جدا، بس طبعا ما بستناش طول الاسبوع عشان اعمل طلعه في الاخر فول وطعميه، فده وقته، ده عزه، ده رمضان. جيت بقى نعمل سحور مختلف والناس كلها بتشكر في موضوع السحور بتاعهم ده، فجيت اجرب اشوف ايه الدنيا. طب اشوف الحلو عندهم ولا نص نص ولا اي كلام. مصاريف السحور منهم ايه؟ اسعار الحاجات كلها النهارده هيدفع على 12% خدمه لو اكلت في المكان، او مصاريف التوصيل لو اكلت في البيت. عجبكم الطلعه؟ تشتركوا لايك القمر، لو مش سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب. يلا بينا. تسلم ايدك. نبدأ بسم الله. الملحمة دي ملحمة سحور فلسطيني زي ما قال الكتاب. ده بيض بالبسطرمة والجبنة الرومي، وده سندوتش كبدة صاج وسندوتش سجق صاج، ودي سلطة تركي، ودي تبولة، وده بابا غنوج بالرمان، وده فتوش، وده لبنة بالزعتر، وده بيض العودة بيبقى بيض بالبصل والمشروم، وده فول العودة بيبقى فول بالطحينة والثوم، وده بقدونسية بيبقى سلطة بقدونس بطحينة بطماطم بخيار، وده بتنجان مخلل، وده فتة باللحم واللوز، وده فخار لحمة قدرة بيبقى لحمة بلدي بالرز وبيتسوى في الفخار على طريقة فلسطينية، وده منقوشة زعتر، وده كوبيبة، ده فول اسكندراني، وده مسبحة يبقى حمص ناعم وحمص حب مع دقة وزيتون، ودي سلطة زبادي بالخيار بتنزل مع القدرة دي، ودي سلطة بلدي بتنزل معاهم برضو، وده حمص ناعم بالطحينة، ودي سلطة العودة. يلا بينا. طبعا ملحمة مش عارف ابدا ايه ولا ايه، وجبت برضو وجبات عندهم وجبات اسيبه رحت جايبه، مش تبع السحور قوي بس انا اعتبره سحور وحوش يعني. نبدا بايه؟ نبدا بفتة اللحم واللوز. لحم مفرومه وعليها لوز سوداني، لحم مفرومه وعليها سوداني محمص وطحينه وزيت زيتون، حلوه جدا. خش على الوحش ده لما يبرد بس، عشان بعد كده نخش على السحور بقى ننقنق. ده فخارة اللحم، طبعا وجبه عملاقه، والزيت ب 130 جنيه. الرز مبهر ومعاه حمص حب، واللحمه دايبه يعني معلقه بلاستيك وبعملها كده بتتقطع على طول، جامده جدا جدا جدا. اكتر حاجه مميزه فيها بهارات الرز ونعومه اللحمه فظيعه. خش على المناقيش زعتر، بتبقى زي خبز كده مدور وعليه من فوق زعتر. وعيش مختلف شويه عن كل العيش احنا متعودين عليه، مش طري قوي ومش ناشف، بين البنين، وعليه الزعتر من فوق متروس زعتر، وطعمه مختلف ونقنقه حلوه جدا. كوبيبه مش عارف ايه اللي باين وايه اللي مش باين، الترابيزه كبيره جدا. متروس لحم مفروم، بص كميه لحم مفروم فيها قد ايه. متروس لحم مفرومه، بس هو اللحم ده ضاني وطعمه باين في الكوبيبه فمش عجباني قوي. خش على السندوتشات. الصاج ده ايه؟ كبده، لا ده وحش قوي. خش على السجق. كبده طعمها مش زفره بس مش حلوه يعني، سواء مش حلو. السجق معمول بالصلصه وحاطين معاه بطاطس، حلو قوي، ده احلى بكتير من الكبده.
جامد سجق. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل اللي احنا جايين عشانه اصلا، نتسحر. عيشنا الشام الجميل، ممكن بقى ايه نفضي شويه كده. نخش على البقدونسيه غرقانه زيت زيتون. الله 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 الله، عظيمه. طحينه وبقدونس وخيار وطماطم وزيت زيتون، غنيه وطعمها تحفتين. خش على الفول بالطحينه والحمص الحب وتوم. حلوه قوي قوي قوي. ولاد اللذينه. معاها هريسه، شويه هريسه صغيرين كده مش هنكتر يعني. فول. ايه اللي عملته ده؟ مولع نار الهريسه دي، مولعه نار يا كبير. السلطه التركي دي عباره عن ايه؟ فلفل مطحون، هريسه، صلصه، خضار، بصل وتوابل. حبيبي السلطه التركي دي حوار، بس لو مالكوش في الحاجات الحاميه ما تقربوش ناحيتها لانها مولعه نار. عجبتني اكتر من الهريسه كمان عشان الحاجات اللي بحطها معاها ضايفه لطعمها اكتر. جرب بقى بالفول ده، شغل عالي قوي. احنا هنموت بكره. ما جربناش الزبادي بالخيار اللي ينزل مع الفخاره. الزبادي بالخيار وعليه زيت زيتون، حلوه قوي قوي. الزبادي خفيف والخيار المحطوط معاه وزيت الزيتون جامد قوي، يرتب على قلبك بقى ده احنا عملناه بالهريسه ده. فول اسكندراني، توم، طماطم، بصل، فلفل، حمص. طب عايزين نقلبه ده. قلب قلب. طبعا زيت. سحور مختلف وجامد جدا. اسكندراني. انا اصلا بحب قوي الفول بالسلطه. طعمها فين؟ جامد قوي. طب نجرب اللبنه بالزعتر. ايه ده؟ ايه ده؟ جامده جدا جدا. لبنه نظيفه، زعتر محطوط بكميه محترمه، والزيت على الوش رهيبه. ده فتوش ده. الشرب القولي هصور، راح جابوا ورايا سيت اب وحركات والعوده وبتاع. جامدين قوي، محترمين جدا في المقابله كمان. نجرب الفتوش بقى. حبيبي الطعميه وصلت اهي. الفتوش دي عباره عن خيار وطماطم وعيش محمص ودبس رمان، عاملينها حلو قوي. خش على التبوله كده. حلوه قوي قوي برضو قوي، مززه كده وجميله. تبقى عباره عن ايه التبوله دي؟ بقدونس وبرغل وطماطم وليمون وزيت زيتون وملح بسيط قوي. جامده قوي 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 قوي. حبيبي والله العظيم جامده قوي. وحياه امي. حبيبي يا عم. حبيبي حبيبي يا باشا. بابا غندور بالرمان ده جامد قوي على لسه هدوق ولسه ما جربتش. الرمان فيه مزازه بتاعت الليمون، بتديله الطعم مع البابا غندور تحفه. مش عيب لما كل واحد مش عارف حاجه يسال هي ايه، مش عيب خالص. انما اعمل فيها معاطي بتاع الكاوتش اللي عارف كل حاجه وفي الاخر اطلع كومبارس، عيب. ده اللي عيب بقى. جرب بقى بابا غنوج بالرمان ده عشان بيشكروا فيه قوي. يا نهار اسوس، ايه الحلاوه دي؟ ده مش سحور، ده غيبوبه تحفه. رمان مزز مع بابا غنوج وزيت الزيتون، قصه قصه قصه. تحفه تحفه. معلش انا يعني عدوا لي تحفه، معلش. معلش. نخش على بيض العوده. واسمه كده والله. مش دعوه. واسمه كده في المين، اسمه بيض العوده. صفوا النيه، احنا في رمضان. بيض ومشروم وبصل وفلفل. حلو بس مش متحقق خالص، ودي حاجه كويسه مش وحشه، عشان تحط انت حقك براحتك بقى. ما يبقاش جاي مالح ولا بتاع. ادي ملحك، ادي فلفلك. هو كده صح، ده شغل الفنادق يا بيه. حقيقه بقى كده هندوق تاني بعد التحقيق. نقمه صغننه على قد بقي. حلو قوي بس الدلع سيكه. فده ممكن نعمل ايه بقى؟ نجيب لبنه مثلا كده مع البيض وايه ضرب. لا عليك يا ابني. لما نخش على البيض جبنه رومي بسطرمه، ده هيبقى حادق بقى. هو ده، هذا هو ده دماغنا احنا كمصريين اكتر. ده من الناس قوي شغل انتركونتيننتال فنادق كده. ماشي، حقيقه قليل خالص، مش قوي مش هارش، وميكساته حلوه جدا مع بعض. ده مصري متحرش بقى، ده من امبابه ده. طيب
اوريكم الطعميه الاول عشان هي جت بعد ما صورت الترابيزه. بصوا حبايات الطعميه شكلها مختلف ازاي، زي ما يكون مخرومه من النص كده. شكلها غريب قوي. ايه الحلاوه دي، جامده جدا، بتدوب اول ما تعضها، في نفس الوقت من بره مقرمشه جميله. طبقه في اللبنه، والله خسرتك في البلد يا ابني. طيب نجرب الحمص الاول. سلطه حمص طحينه، ده الحمص العادي، حمص حب مع طحينه مع زيت، طعمه قمر. طيب نخش بقى على المسبحه، بيبقى فيها حمص حب زياده اكتر من الثانيه وبقدونس، وبتبقى حراقه اكتر. تعالي كده يا بنتي عشان الكاميرا تشوفك. هو زي ما قال بالظبط، مفيش فرق كبير، غير ان المسبحه دي بيبقى الحمص فيها حب اكتر من الثانيه بيبقى مطحون اكتر. انا مش حاسس فيها بسبايسي قوي، يعني بالنسبه لنا مش سبايسي عادي. لما تحبوا طعم الحمص الحب واضح اكتر هتعجبكم المسبحه دي اكتر، تحبوه مطحون هيعجبكم الحمص العادي اكتر. انا دماغي عجبتني الحمص العادي اكتر. خش على البتنجان المخلل، بتنجان وعليه من فوق توم. احنا كنا طالبين مسقعه حلو، بس مش دماغنا قوي كمصريين، هو مش معمول بدماغنا احنا. هو متقطع بتنجان شرايح زي كده، شرايح كده، حط عليه من فوق التوم، فمش نفس الدماغ البتنجان المخلل بتاعتنا احنا يعني كمصريين. خش على الدقه. الدقه دي بتبقى عباره عن توم مفروم كده، بس مش هناكلها حاف، احطها مع الفول. حط معاها ايه بقى، ليمون. اوعى حلوه قوي، مززه كده، توم مطحون مع ليمون، طعمها جامد جدا. حبيبي مسقعه وصلت بعد التصوير برضو، عامله زي ما يكون محطوط في بوله رز ومقلوبه، ومعاها فلفل مقلي اهي، شكلها جامده قوي. هنجرب. خش على المسقعه. هي دلع شويه، حط لها شويه ملح كده، حلوه مش وحشه. ورين الفلفل دي مشطشطاها بس مش مميزه قوي، عاديه. سلطه العوده، طماطم وخيار وعليها من فوق توميه، دقه يعني اللي هي توم بليمون. نخش على الحلو، نخش على الحلو بقى عشان ده كلام جامد قوي. ده فستق حلبي مشكل، الكيلو بتاعه ب 350 جنيه. ودي كنافه نابلسيه ناعمه وبينزل معاها عسل اضافي. ودي كنافه نابلسيه خشنه وبينزل معاها برضو من بره عسل اضافي. ودي كنافه عربي بتبقى بالقرفه وعين الجمل. يلا بينا نجرب بقى المشكل الحلويات ده. دي زلابيا بالقرفه، تحفه تحفه. وده ايه ده، بسبوسه طريه وناعمه وسكرها مش زياده، يجزع نفسك، مظبوط قوي. وده ايه ده كمان، مش عارف ده ايه الصراحه، حلو قوي. جلاش بالفستق، كنافه بالفستق، اساور حلوه برضو قوي. نخش على الكنافه دي الناعمه. كنافه بالجبنه، حوار يا جماعه، قصه 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 وحدوته. بس تبسطهاش اكتر من كده. جبنه بتشد مش هتتقطع، حطوا عليها العسل كمان، حوار. ونخش على الخشنه كده، اوعي تتكسر زي كل طلعه. ها حلوه قوي كمان، القوام بتاعها خشن طبعا عن التانية الناعمه، الاثنين طعمهم جامد جدا. جبنه دلعه مع الكنافه، ونحط عليها العسل كمان بتحلو اكتر واكتر. يعني الفستق اللي من فوق ده، الاثنين قصه. طب نخش على الكنافه العربي دي، عين الجمل، حبه البركه والقرفه.
دي متروسه قرفه، طعم القرفه مرتاح فيها جدا. لو بتحبوا طعم القرفه هو اللي طاغي في الحاجه هتعجبكم. انا مش عاجباني خالص لان القرفه فيها كتير، يعني لما اقارنهم بدول مش مقارنه، دول اجمد بكتير. كنافه النابلسي دي حوار يا جماعه. دي اللذينه خلاويص. اقول لكم بقى الخلاصه، مطعم العودة سحور مختلف عن اللي احنا متعودين عليه في العادي، تجدد كده وتغير السحور التقليدي اللي احنا اتعودنا عليه وساعات بتمل منه تبقى خلاص زهقت. اكل فلسطيني ومعمول زي ما قال الكتاب، معمول جامد قوي قوي، تجربه مختلفه غنيه معموله بمعلمه. اقول لكم اجمد حاجات عجبتني، فول القدسيه حوار اللي هو بالحمص والطحينه والزيت الزيتون ده قصه حوار، وطبق الحمص برده سلطه الحمص قصه حدوته. المسبحه لو بتحبوا الحمص الحب اكتر من المطحون. اللبنه بالزعتر قصه برده. البيض بالجبنه الرومي جامد، والفلافل مختلفه صغيره كده ومختلفه وبتقرمش برده غريبه مختلفه عننا. السلطه التركي قصه اللي هي هريسه بالخضار والبتاع جامده قوي دي قوي قوي قوي. والفتوش والتبوله اللي بتحبوهم عاملينهم بمعلمه. ده كسحور. كوجبات غدا بقى فتة اللحم اللوز مش واو، هي مش وحشه بس مش الواو. لو هضرب القدره اللحمه بقري دي قصه وحدوته وجامده جدا. اللحمه مستويه خالص ودايبه، والليله كلها في البهارات بتاعه الرز. الرز مليان بهارات بطريقه مش طبيعيه. بهارات الرز مع اللحمه اللي دايبه وباين ان هي لحمه بلدي عاملين ميكس عالمي. بس كده هي دي كانت طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه تشتركوا لايك القمر، ولو مش عارفين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل حاجه بنزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله في اسبوع جديد وطلعه جديده. اشوفكم على خير، يلا سلام. البقدونسيه والكنافه النابلسيه كمان حوار عشان الناس تقول في الفيديو بس. Every single day I'm gonna make